قداسة البابا ما بلغنيش رسائل خاصة، لأنه وضع حد للخرافة بتاع المستعمر السابق، لأنه هو خلق الجزائر. مرحبا بك في قناة نبض المغاربي. في تصريح لافت يحمل أبعادا تاريخية وثقافية، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بابا الفاتيكان قد دحض ما وصفه بالخرافة القائلة بأن فرنسا هي من أنشأت الجزائر، مشددا على أن جذور الدولة الجزائرية ضاربة في عمق التاريخ وتسبق حتى حقبة القديس أوغسطين. وأوضح الرئيس تبون أن هذا الموقف يعكس اعترافاً ضمنياً من أعلى مرجعية دينية كاثوليكية بعراقة الجزائر وبتاريخها الطويل الذي يمتد لقرون قبل الحقبة الاستعمارية الفرنسية. وأضاف أن الجزائر كانت ولا تزال أرض حضارات متعاقبة ساهمت في تشكيل هويتها المتفردة عبر الزمن. ويأتي هذا التصريح في سياق متجدد من النقاشات التاريخية حول الذاكرة الوطنية، حيث تسعى الجزائر إلى تثبيت سرديتها التاريخية في مواجهة بعض الطروحات التي تقلل من عمقها الحضاري. في نبض المغاربي نواكب معكم الحقيقة من مصادرها وننقل لكم الأحداث بروح مهنية ولمسة إنسانية، فابقوا معنا.